وعلى الرغم ان بتاع البصل بيبيع بصل برضه هعمل الفيديو، وعلى الرغم ان صوته ممكن يكون باين في الفيديو برضه هعمله، على الرغم ان في ضوضاء حواليا وممكن يطلع الصوت في الفيديو برضه هعمل الفيديو، علشان اللي الزمالك عمله امبارح ده يتكتب في التاريخ. وكما قال عصام الشوالي: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. هتقول لي يا عم بالراحه بس ده ارتا سولر. هقول لك انا بتكلم على موقف كوره، فريق مطلوب منه 4 أهداف على ملعبه في 45 دقيقة، يخرج ما بين الشوطين ما تعرفش اللي حصل. في حبوب هتنزل الصيدليات هتبقى اسمها حبوب الرومونتادا، مرسوم عليها علم الزمالك. في بداية الموسم الزمالك بيقدم مباراة أفريقية هتفرق معاه جدا، ومع لعيبته، مع الجهاز الفني، مع جماهيره، مباراة رد الثقة، مباراة رد الاعتبار على كل واحد كان بيشكك في قدرات نادي الزمالك، وان نادي الزمالك مستواه بدأ يتراجع. نادي الزمالك في المشاركة رقم 4 في كأس الكونفدرالية يقدر يتأهل للمرة الثالثة لدور المجموعات، وفي مرة لم يوفق فيها، ومش هننسى عام 2019 طبعا نادي الزمالك هو اللي توج بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي الزمالك ملك الرومونتادا قصاد ارتا سولر متأخرا بهدف في ملعبه، بالإضافة إلى هدفين في مباراة الذهاب، علشان يكون قدام الأمر الواقع ب3 أهداف مقابل لا شيء في ملعبه. مطلوب منه 4 أهداف، ولكن في 45 دقيقة يقدر نادي الزمالك في الدقيقة 48 برأسية يوسف أوباما يحرز الهدف الأول علشان تكون النتيجة 1-1. يوسف أوباما اللي بالهدف ده قدر يوصل للهدف رقم 9 أفريقيا، 4 في دوري أبطال أفريقيا، 4 في الكونفدرالية، ومش هننسى هدفه في السوبر الأفريقي قصاد الترجي بالرأسية لما كانت عرضية من محمد عبد الشافي. شوية ما يسكتش نادي الزمالك بأقدام شيكابالا، الهدف اللي أنا شايفه فيه كلام فني كتير. شيكابالا ما مرجحش رجله، ما تمطعش، ما رقصش 1 و2 وخد الدفعة من الثبات من الرجل الثابتة، مرجح الرجل المتحركة بس بدون قوة. هدف بالعقل، هدف مرسوم في عقله قبل ما يطلع الكورة من رجله. شاط الكورة بنص رجله اللي بره بصوبع رجله الكبير علشان الكورة تروح في المكان اللي مكتوب عليه مكان شيكابالا، أرضية زاحفة، علشان شيكابالا يسجل الهدف الثاني ويقرب نادي الزمالك من النتيجة ويحرز لنفسه الهدف رقم 12 أفريقيا، 11 في دوري أبطال أفريقيا، والهدف الأول في كأس الكونفدرالية، علشان نادي الزمالك يواصل الضغط، يواصل الهجمات، يسجل الهدف الثالث بأقدام أحمد السيد زيزو استغلالا من خطأ لحارس المرمى، علشان زيزو يتعادل في النتيجة 3-3 ويحقق لنفسه الهدف الثامن أفريقيا علشان يتساوى بصلاح محسن، و7 أهداف دوري أبطال أفريقيا، وزيزو الهدف الأول ليه إفريقيا كان قصاد ارتا سولر. الهدف الرابع اللي قلب موازين الكلام، الهدف الرابع اللي دخل نادي الزمالك في دور المجموعات بأقدام حمزة المسلوسي اللي بيسجل الهدف الثاني مع الزمالك. الهدف الأول في بروكسي في كأس مصر، والهدف الثاني قصاد ارتا سولر. بعد الهدف الرابع الجماهير في حالة غريبة، أنا اتفرجت على فيديوهات، حالة هستيرية. الجماهير كانت مش مصدقة. استاد القاهرة يعني اتقلب بأعداد قليلة من الجماهير. تخيل عزيزي لو الجماهير كلها في الاستاد كان هيحصل يعني انقلاب. ولكن في المحصلة مبروك لمصر ومبروك لنادي الزمالك ان احنا هنشوف فريق مصري زيادة ملحقا بنادي الاهلي ونادي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا ونادي الزمالك في الكونفدرالية. نتمنى الصعود لفيوتشر النهارده ان شاء الله، ليكون فيوتشر نادي الزمالك في الكونفدرالية والاهلي وبيراميدز في دوري الابطال. نتفرج على كرة مصرية في الملاعب الافريقية ونشوف كل فريق يشق بقى طريقه، ونشوف
كل واحد هيوصل لفين. انا اتمنى بجد ان فريق مصري ياخد دوري ابطال افريقيا، وفريق مصري ياخد الكونفدراليه، وزي ما كان نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والزمالك فريقين مصريين، اتمنى السوبر الافريقي يكون برضو ما بين فريقين مصريين. ادعموني بلايك وشير، متنسوش تشتركوا بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.